بيقول لي اللي اتجوز من زمان يا شيخ عدى، واللي جاب عربية من سنتين عدى، واللي اشترى شوية ذهب ومحوشهم عدى. أما اللي شغال بقى في السعودية وشغال في أمريكا وشغال في الإمارات وبيكسب بالريال أو بيقبض بالريال أو بيقبض بالدولار عدى. وأنا قاعد هنا يا شيخ عامل زي البطريق أو زي كلب البحر، عمال أسقف وأشرب كل يوم جردل من الهم ومعبي الحزن عندي في شكاير. للأسف مش لوحده اللي بيقول الكلمتين دول، ناس كتير بتفكر نفس التفكير وناس كتير بتتكلم بنفس الطريقة. وانا هنا جاي والله اقول لك ما تزعلش على اللي فات، ولا تزعل على حاجة راحت منك وكنت متعشم فيها. والله يا حبيب قلبي اللي مكتوب لك هتحصله وهيحصلك وهيقابلك حتى لو هربت منه، واللي مش مكتوب لك لو لفيت الدنيا كلها وراه ولا هتحصل منه اي حاجة. عارف كلام ستي وستك لما كانت بتقول يمكن خد منك النجم عشان يديك القمر؟ اليقين بتاع ستي وستك ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. اليقين ده مش سهل انك تحصله، مش سهل انك تتعامل بيه، ولكن بالكلمتين الطيبين اللي احنا بنقولهم كل شوية وبنذكر الناس بيهم، كل ما تسمع عن اليقين اكتر كل ما خيالاتك تتظبط اكتر. يعني شيخ يعني اعمل ايه؟ اللي عليك يا غالي بس انك تصدق بكل ما فيك ان كل اللي هيجيبه لك ربنا سبحانه وتعالى هو الخير ليك. والله كانت في اخت مريضة سرطان وبتعمل اشعاع وكيماوي، والاخت دي سبحان الله كنت بدعي لها في رسالة كده على الواتساب، وكانت بتقول كلام في قمة الصبر واليقين في الله عز وجل، وقالت جملة جسمي اشعر لما قالتها. قالت يا شيخ رب الخير لا يأتي الا بالخير. الجملة دي فعلا والله لو انت حطيتها في دماغك وكررتها باستمرار اليقين هيبدأ يشتعل في قلبك، يبدأ يشتغل في قلبك. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. وخد بالك حبيبي والله كل ما صبرك طال كل ما العوض كان أجمل بكتير جدا، وكل ما تلاقي نفسك تعبت ودقت بيك قول يا رب يا رب أنا مستنى اهو وراضي وحشمان يا رب، وظني فيك عمره ما خاب ولا هيخيب يا رب. وشوف السعادة اللي هتنزل على قلبك عاملة ازاي، وشوف الفرج اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك بيه، وشوف الفرح اللي هيحتل قلبك عامل ازاي. يقينك في الله كل ما يزيد كل ما تطمن. سلام.